ماجد شاب جامعي دماغه في تصاميم الجرافيك ومهووس بالترندات وأي حاجة خارقة للطبيعة، عايش في قلب حتة شعبية في القاهرة. ماجد ما كانش أي مصمم عادي، لا ده كان عبقري في إنه يحول أي حدث لترند فيروسي، وده اللي خلاه مشهور قوي على السوشيال ميديا خصوصا الفيسبوك وتويتر. في ليلة صيف حر جدا ماجد كان بيقلب في صفحات المزادات القديمة على النت، لقى إعلان غريب شد انتباهه. فلاشة قديمة عليها رسمة غريبة للبيع، الصورة كانت لفلاشة فضة صغيرة محفور عليها رسمة عين حورس وحرفنة، بس كانت مختلفة عن الرسوم التقليدية، كأن العين دي بتبص بحزن أو غضب. اشتراها ماجد بسعر قليل قوي، فضول مش اكتر، يمكن يطلع منها ترند جديد او لغز يستاهل. بعد كام يوم الفلاشة وصلت لماجد، اول ما مسكها حس ببرودة غريبة مشيت في ايده كأنها حتة تلج. ما اهتمش وحط الفلاشة في الكمبيوتر بتاعه. الفلاشة ما فتحتش عادي زي اي فلاشة، لا دي فتحت شاشة سودة خالص، وفي نصها بدأت عين حورس تظهر وتبص عليه من الشاشة كأنها عين حقيقية. ماجد أشعر، بس فضوله للغموض غلب على خوفه. العين بدأت ترمش ببطء، وفي كل رمشة كانت بتظهر صورة غريبة على الشاشة لكام ثانية وتختفي. الصور كانت لقطات سريعة لمقابر قديمة وطلاسم محدش يفهمها ووشوش ناس شكلها مرعوب. الأغرب من ده كله إن الصور كانت بتتصارع وتتغير بشكل عشوائي كأنها رسائل مشفرة. ماجد قرر إن ده أحلى محتوى لترند جديد، بدأ يصور الشاشة وهو بيتفاعل مع الفلاشة ويحلل الرموز والصور اللي بتظهر. رفع أول فيديو على الفيسبوك بعنوان فلاشة عين حورس، هي دي بوابة للعالم التاني. الفيديو ده ضرب نار وجاب آلاف اللايكات والمشاركات. الناس علقت بسيل من الأسئلة والتوقعات، وفي اللي كان بيبرق في العين الغريبة في الفيديو، وفي اللي كان بيحاول يفك رموز الصور. مع كل فيديو جديد ماجد يرفعه الفلاشة قوتها وتأثيرها بيزيدوا. عين حورس ما بقتش بتظهر على الشاشة بس، لا دي بدأت تظهر مع انعكاسات الشبابيك وعلى شاشات موبايلات الناس اللي شافوا الفيديوهات. بدأت رسائل كتير تيجي لماجد من متابعين بيقولوا انهم بيشوفوا عين حورس في كل مكان، وانهم حاسين ان في حاجة بتراقبهم طول الوقت، وان في حاجة بتطاردهم. الترند الجديد بقى مرعب لدرجة إن في ناس بدأت تسميه لعنة عين حورس الديجيتال. في ليلة من الليالي ماجد كان بيصور لايف، وعين حورس كانت مالية الشاشة كلها بتبص عليه مباشرة، وفجأة العين بدأت تدمع نقط سائل أسود تقيل. في اللحظة دي ماجد حس بوجع جامد في عينيه، كأن في حاجة بتضغط عليها بقوة. حاول يقفل عينيه بس كان بيشوف عين حورس قدامه بوضوح تام كأنها انطبعت في دماغه. ماجد صرخ من الوجع ووقع على الأرض. البث المباشر اتقطع فجأة لما أصحابه وصلوا شقته الصبح. بعد ما قلقوا من قطع البث لقوا ماجد مغمى عليه وعينيه مقفولة جامد. الفلاشة ما كانش ليها أي أثر. بعد كام يوم ماجد فاق في المستشفى، بس كان فقد بصره خالص، ما بقاش يشوف اي حاجة غير عين حورس اللي لسه بتبص عليه في ضلمته الابدية الجديدة. اما فيديوهاته فما اتمسحتش. الغريب بقى ان كل واحد شاف الفيديوهات او اتفاعل معاها بدأ يحس بآثار غريبة. في اللي بقى يجيله اجهاد دائم في العين، وفي اللي بقى يشوف ظلال بتتحرك على طرف عينه، وفي اللي بقى يشوف عين حورس بتبص عليه من شاشة التليفون في اوقات عشوائية. فلاشة عين حورس اتحولت من مجرد ترند للعنة ديجيتال حقيقية بتتنقل من شاشة للتانية. يا ترى الفلاشة لسه بتدور على ضحايا جداد؟ وهل عين حورس بقت بتراقبنا كلنا من ورا الشاشات؟ السؤال لسه معلق، والأسطورة مكملة مستنية مين اللي هيتجرأ ويدور على الفلاشة الملعونة دي.